هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. سويت لكم كبة الجريش بالثوب الاحمر، طعمها كلش طيب وكلش سهلة وكلش راح تستفادون منها، خاصة اذا سويتوا منها كمية وفرستوها بالمجمدة او بالفريز، وخاصة انه احنا مقبلين على شهر رمضان. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وراح اقول لكم على كم شغلة تخلي عندكم الكبة كلش هشة وترفة وابد ما تصير عندكم قوية. وشنو هو الشي اللي يخليها تكون كلش قوية عندكم؟ فهسه قبل لا أبدي، إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وهسه خلونا نبدي بطريقة العمل. عندي بالبداية 4 أكواب من الجريش. إذا حابين تخلطونه بين الجريش والبرغل أو السميد حسب رغبتكم، بس أنا استخدمته يكون جاهز ينباع من عند العطار، هو يعني مخلوط من عنده. ضفت له رشة كلش قليلة من الكركم ورشة من البهارات الجدر، بهارات السبعة، ورشة كلش قليلة من الكمون وملح. وأضيف المي بحيث يكون يغطي الجريش بهذا الشكل. أحرك الجريش حتى المي ينزل داخل الجريش ويتغلغل بيه. ضفت له تقريبا كوبين إلا ربع مي. راح أترك الجريش مدة ربع ساعة أو بين ما أحضر الحشوة مال اللحم للكبة. عندي هنا تقريبا كيلو لحم، 20% منه يكون شحم أو ليه. راح أضيف تقريبا بقده يعني كيلو من البصل ثارمته كلش ناعم. لا تخافون من كمية البصل، هذا البصل كله راح ينشف المي مالته ويذبل، وراح تصغر كميته كلش هواي. فراح أبقى أحرك بيه إلى أن يتغير لون اللحم والبصل ويستوون كلش زين. وآخر شي بعد ما يستوي اللحم والبصل راح أضيف البهارات. عندي هنا ملح رشة كلش زينة وفلفل أسود وكلش قليل من بهارات الجدر، وعندي بهارات خاصة للكبة راح أضيفها. أقلبهم كلش زين وأوزع البهارات على اللحم. بعدها راح أتذوق اللحم حتى أشوف إذا يحتاج بعد بهارات أو ملح أو أي شي ثاني. راح أترك حشوة الجريش تبرد كلش زين، وعندي الجريش راح أبقى أعجن بيه إلى أن يتماسك ويصير عندي مثل العجينة. خلال فترة العجن إذا لاحظت إنه الجريش يحتاج مي أو يحتاج جريش إنه هو بيه مي هواي راح أضيف له. أريد العجينة تكون شوية لينة، ما أريدها تكون قاسية وكلش قوية، لأنه هذا أحد أسباب اللي يخلي الكبة السرعة تكون كلش قوية ومثل الحجارة، فخلوها تكون شوية لينة. وهسه راح أبدي أحضر السوب الأحمر للكبة. عندي حبة من البصل صغيرة ونص حبة من الفلفل الأخضر، ثرمتهم كلش ناعم، راح أخليهم بالقدر ويا الزيت، وأبقى أقلب بيهم إلى أن يتغير لونهم ويذبلون. بعدها أضيف 3 خواشيق مليانة من معجون الطماطة وأحمسهم كل زين. بعدها أضيف رشة ملح ومي حار، أحركهم شوية وأتركهم على نار متوسطة حتى يسبك عندي السوب. وعندي هنا الجريش صار بهذا الشكل متماسك ومثل العجينة. وهنا راح أبدي ألف الكبة وأشكلها بهاي الطريقة. راح أخذ قطعة من العجين مال الجريش تقريبا بقد جف الإيد، وأبدي أفتحها وأخلي اللحم بوسطها، وأخذ الأطراف كلها أقفلها بهالشكل مثل ما تلاحظون بالفيديو. بعد ما أقفل الأطراف أضغط عليها كل زين حتى عندي اللحم يتماسك ويتكور بهذا الشكل. بعدها أبلل إيدي بشوية مي وأبقى ألمس على الكورة مال الكبة لحد ما تصير عندي ملسة وشكلها حلو ومرتب. راح أكمل لف الكبة على نفس الطريقة بهذا الشكل. تقدرون تسوون الأحجام اللي تناسبكم واللي انتو تردونها، تكبرون أو تصغرون بيها. الصينية الأولى سويتها كبة مدعبلة أو الكبة الطوبات، والصينية الثانية سويتها بهذا الشكل. وعندي هنا لحم زاد راح أضمها وأستخدمها بغير وصفة. وهنا صارت عندي هاي الصينيتين للكبة. خليت بالقدر مي وشوية ملح وتركته إلى أن يغلي. بعدها ضفت الكبة مباشرة بوسط المي بعد ما غلى، وأتركه مدة تقريبا 5 دقائق إلى 6 دقائق إلى أن تستوي الكبة. والسوب الأحمر بعد ما تسبك راح أضيف له الكبة مباشرة، وأتركه مدة 10 دقائق حتى تستوي الكبة عندي. ما أخلي الكبة فترة كلش طويلة بالسوب على النار، لأن كل ما تطول مرحلة استواء الكبة على النار كل ما راح تصير عندنا الكبة قوية وتتماسك كلش هواي.
فمدة 8 دقائق إلى 10 دقائق كلش كافية. هاي بالنسبة للكبة اللي راح تاكلوها مباشرة. أما بالنسبة للكبة اللي راح تفرزوها مدة 5 دقائق بس، لأن وراها راح تستوي من تطلعوها مرة ثانية وتطبخونها. وإذا فرزتوا الكبة بالمجمدة أو بالفريز وتردون تطبخونها، تطلعونها من وقت وتنتظرون عليها إلى أن تفك وتصير بدرجة حرارة الغرفة إلا تطبخونها، حتى تضمنون إنه هي ما راح تظل على النار هواية وما تستوي هواية على النار، لأن الجريش كل ما يبقى على النار بدرجة حرارة كلش عالية كل ما راح يتماسك ويصير عندنا قوي. وهذا بهالشكل كملت عندنا أطيب كبة هشة وترفة وكلش كلش طيبة. وانتظروا الحامض الشلغم إن شاء الله أنزله لكم بعد هذا الفيديو. واللي هنا ننتهي الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة وشاركون الفيديو يا أهلكم ويا أصدقائكم. شكرا حبايب.